اقرأ أيضا حديث ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحو من قراءته سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. طيب، قال ابن حجر رحمه الله وإياه: وللبخاري من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فعلا ازيت السنة ان قمزنا قلت رارينا صحيت حالنا ويورحي داقوينا مسجد ناتو المسجد ما نسجد ودعاء نقبل استغفار نبزح كساع اتي حمام نيتحيكون نورحي كساع زلقس لكن القباب صلاة هم قلنا مسجد ابزق قلتنا له الامام الحافظ ابن حجر: وهل دحر صلاة مسجدنا خير خطبه لودي يلن كما قلنا فحفح نبل زحلفته خي كما قالوا يسجد. هل بيننا نسجد كيف كدنا كل زيتات نقول طيب نسجد كلنا خي جهريه دي سريه زيتات كله قلنا. عن عائشه رضي الله تعالى عنها: سبيتم سيدنا محمد رضي الله تعالى عنها: ولعن الله من لعنها. لعن الله من لعن عائشه، ورضي الله عمن رضي عن عائشه. نعم، عمن ترضى عن عائشه. عائشة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الكسوف، يعني عولم قريئم في صلاة الكسوف، فصلى 4 ركعات، 4 ركعات سجدهم في 2 و4 سجدات. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وزقال الزلماء كاب صحيح مسلم وسلمه. وفي رواية له لمسلم من إلم: فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وتبل الصلاة جامعة كل حدين. الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة تبل تخيل مفعول به لخبر، مفعول به لفعل محذوف تقديره احضروا الصلاة. الصلاة جامعة. المهم الصلاة جامعة إلى الكاحة تصوع أذنت إذن خمسي. الصلاة جامعة كن دي ساعة تبلا كساعة سبد الكبرقة. الصلاة جامعة صريح الكلمة. الصلاة جامعة سب مستأكبة تسدد كساعة الكبر الماني هم الكاتو تصوع والسن أسرية واللون. نعم. إذا تسقى خير السقاقدة إذا حديثنا يعني عائشة قول كله إلى سيدنا محمد إذن إلى فصلى 4 ركعات في 4 سجدات، يعني 2 ملء 2 كله، لكن 4 ركوع 4 سجدات. إذن 2 النسل، ولكن 4 ركوع 4 سجدات قاموا سجدهم سيدنا محمد. الجواب هذه أبو حديث ابن عباس يعني أجهدوا بكل وضوح ذكر الإمام ابن حجر. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انخسفت الشمس. انكسفت كتب التخيل، انخسفت من كتب التخيل، لكن انكسفت الشمس تبلك أفصح. الطنقة عربية انكسفت الشمس كتب أفصح كابتبل انخسفت، لكن كله حدين بمعنى واحد. انخسفت القمر تبل، انكسفت الشمس، انخسفت الشمس وانكسفت القمر تبل، كله حدين بالعلماء. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالله فعلا عشمتنا ينوبه فعلا إنسان شعتن ورحي شوال نيل لكم، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. يعني قدم ركعة نوح كريم سيدنا محمد أكند سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ركوع ما غيره، ثم رفع فقام قياما طويلا. سمع الله لمن حمده مسؤول لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة قريم دقنا بدل الماني نوح كقريم، ولكن
قدامي ركعة الزبلة وهو دون القيام الأول. ثم إليك ركع ركوعا طويلا نوح سجدا وهو دون الركوع الأول. ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه. إذا زي واضح 4 ركوع أبكلت السجدات زيها 4 ركوع كلت ركوع أبكلت السجدات زي ركعة. نعم سجود ما النبي لم تسيهم عليه الصلاة والسلام فاتحة قريم نوح لما قريم ركعهم سمع الله لمن حمده لهم قريم ما نوح قريم ركعهم سمع الله لمن حمده لهم رأي سجود حدي سجود جناب صحن دعاي مسودوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد له الله أكبر لهم سجود وليهم السجود سبحان ربي الأعلى مسبلوا نوح لما سجدهم حجي كم زي قرام 4 ركوع 4 سجدات مسمتوه إلى العلماء أتن ركوعات دعال لا يقولون يا رب عليه الصلاة والسلام قدام أي ركوع نوح سجدوا أبكال أي ركوع أقل أبكال أبسال سي ركوع أقل أو ربع أي ركوع أقل زي قاعد سنة النبي حتى أبصلاة عصري وقول زهري وزته تسجد كلها تقدمي نوح تقول اتخاذ أي حتصري خاطر تقوله عكس هاي تكبر أو قدمي حتصري أبكال أي نوح تسجد مخالف للسنة لكن قدمي نوح تقبل أبكال أي حتصري زبالة أنتم محتارون بالماني في اللي بوجه يقولوا يقولوا يعني صاحي سورة البقرة تقرر أبقى الركعة الأولى الركعة الثانية بقول والله واحد تكبر فرق كبير جدا. لكن الركعة الأولى سورة البقرة الركعة الثانية آل عمران لأنها أقل لكن نوح آل عمران وين قال لك هنا ورابط جزء وزيادة سورة آل عمران البقرة جزئين ونصف قال البقرة وآل عمران والنساء قرية حمس جزء قرية الله عمران. المهم كم زي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكم دحرئوا خطبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزو خطبة ما يبلع علماء الراجح الخطبة هل خطبة يدليد ولا يدليد إذا خطبة دي سنة أنت قبروه أجر له تري قبروه زنبيه كله ولكن أدلائي النكو ينتلالئوه يقبل خطبة خاصة مع سياسة الليو فسات الترخيبو حدا نقدر نحداني زرق قبل قصة الليو ما تقبلوا بلدلو يا جماعة حمد الكمال لو ربهم فرحوا يبل هم جاهم يزخاخر حدا نقدر نحل زي اللي تراكم لكن ضروري يكون خطبة قبر يبلو علماء اقرأ. وفي الرواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك وله عن جابر رضي الله تعالى عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثامنة مثل ذلك. طيب أبزي 3-4 روايات ذكرناها من حجر انتبه معايا. صلاة الكسوف أبقي زي سيدنا محمد حنسى أطرعين ترخيبه حنسى يون ترخيبه حنسى يون سجيدهم. إذا روايات قد ما قلنا له قال يقولوا أن سيدنا محمد ككل الركوع مسجدهم قال يوم قابلوا 3 ركوع قال يوم لما قابلوا 4 ركوع قال يوم لما 5 ركوع. عندي رواية 4 روايات 4 روايات